تعالوا نشوف مع بعض تجربة القطر الألماني السريع ICE عاملة ازاي. ألمانيا فيها واحدة من أقوى سكك حديد أوروبا، لأنهم بينقلوا كل يوم أكتر من 10 مليون راكب على حوالي 50,000 قطر، بيوصلوا ما بين 5700 محطة قطر متوصلة بحوالي 40,000 كيلومتر سكك حديد. أسرع قطر في ألمانيا هو الآيس واللي سرعته 320 كيلومتر في الساعة. الحكومة الألمانية بتدعم سعر التذاكر، وكمان في الصيف الحكومة بتعمل التذكرة الشهرية ب9 يورو بس، يعني تقريبا ببلاش، عشان كل الألمان يسافروا ويتبسطوا ويستمتعوا بالصيف مع أصحابهم وحبايبهم. تعالوا نشوف تجربة القطر الألماني عاملة ازاي. اهلا بكم كلكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في سكك حديد المانيا. النهارده هنشوف مع بعض تجربه القطر في المانيا. المانيا عندها قطوره كتيره جدا، زي ما انتم شايفين كده في محطه القطارات هنا عندهم قطوره كتيره جدا، من اول القطر السريع، القطر المتوسط، القطر العادي، القطر الريجنال، قطوره كتيره جدا. عندهم القطر ICE او القطر السريع الالماني احسن من قطوره كتيره جدا في اوروبا. هنجرب مع بعض النهارده القطر السريع اللي هو ICE في المانيا ونشوف التجربه بتاعته عامله ازاي. هنا الناس محترمه جدا، الناس اللي شغالين على القطوره محترمين جدا، الناس بتوع التذاكر الكمثريه قمه في الاحترام. يعني انا المفروض الرحله بتاعتي كانت امبارح اتاخرت، فقالوا لي انت قدامك حلين، يا تستنى القطر اللي بعديه يا انك انت تستمتع بالمدينه هنا وندفع لك فندق ونرجع لك التذكره وتكمل الرحله ببلاش وكمان تاخد فندق. فطبعا اخترت ان انا اقعد في المدينه واتفرج على المدينه. الست النهارده معايا التذكره القديمه بس مكتوب عليها نوت ان هو بالقلم كده ان هو القطر اتاخر، فينفع اخد اي قطر انا عايزه في المانيا عشان خاطر اوصل الديستنيشن الجديده بتاعتي. لقيت الست جايه، ما فيش حد بيبرجع، ما حدش بيقول انت ليه انت فين يا عم، فين حاجتك، لا التذكره دي متاخره، لا بتاع. الست جايه بكل احترام، اخذت التذكره شافتها، الله ايه ده، احنا اسفين ان احنا اخرناك امبارح، والدنيا بقت زي الفل، وختمت لي التذكره قالت لي انجوي ان انت تريب وعيش حياتك، ولو عايز استنى في المدينه اللي بعديها اللي احنا هنبدل فيها في هامبورغ شويه واخد اي قطر تاني النهارده نفس الكلام. التذاكر هنا جامده جدا، لما الناس بتاخر بتعوضك احسن ما تتخيل. هتشوف السرعه هنا يكتب لك ان هو القطر ماشي على 198 كيلومتر في الساعه. دي مش السرعه القصوى بتاعت القطر ICE، ولكن دي السرعه اللي هم شايفينها مناسبه ما بين هانوفر وما بين هامبورغ. زي ما احنا عاملين كده، زي ما احنا ماشيين في القطر ده، تلاقي كل حاجه هنا مكتوبه. لو هيتاخر يقول لك ان هو هيتاخر لمده 10 دقائق في الرحله دي عشان خاطر كان اصلا متاخر من قبل كده، وان هو هيوصل في كده. بيقولوا بالظبط بيتكلموا القطارات الثانيه لو في حاجه ان هم ينفع يستنى، لو عارفين ان في ناس من هنا هتغير على قطارات ثانيه بيحاولوا ان هو لو فرق دقائق بسيطه ان هو القطارات الثانيه تستناهم عشان ما تضيعش عليهم الرحله، يا بيعوضوهم لو انت اتاخرت الحاجه انك انت مفيش قطر ثاني بيجيبوا لك على طول. السكك الحديد الالماني بيجيب لك فندق وتجيب لك وتعوضك التذكره. القطر السريع الالماني كله مفتوح على بعضه، من اول القطر لغايه اخر القطر، اول الكابينه بتاعت يعني الراجل اللي سايق القطر لغايه اخر عربيه كله مفتوح على بعضه عشان يسهلوا على الناس ان هم يعدوا من عربيه لعربيه ثانيه. ازاي بتعدي من عربيه لعربيه؟ انا حاليا واقف في عربيه ودلوقتي انا بقيت في عربيه ثانيه. ليه؟ عشان خاطر كل العربيات هنا مقفوله او متوصله ببعض بسوست زي ما انتم شايفين كده. السوسته دي انا كده واقف بالظبط لايق ما بين عربيه وعربيه ثانيه عشان خاطر الامان للناس. الناس هنا مهم جدا يبقى في امان، ما يبقاش في هزهزه، ما يبقاش في حاجه. تخيلوا انا واقف بين عربيتين دلوقتي ما بتهزش اهو، انا واقف كده مفيش هزه مفيش حاجه عشان خاطر كل حاجه بالامان عن طريق السوست اللي موجوده دي وسط العربيات. هنلاقي هنا كمان ان كل حاجه مكتوبه عادي، مكتوبه لازم برضه للناس اللي فاقدي البصر، الناس اللي ما بيشوفوش يعرفوا يحسسوا، يعرفوا هم رايحين فين، عارفين ان المطعم كده، عارفين ان حمام كده، عارفين ان كل حاجه مكتوبه لهم بلغتهم عشان خاطر هنا المساواه حاجه مهمه جدا. ان حتى الراجل الناس اللي ما عندهاش ما بتشوفش لازم تبقى عارفه القطر هي فين ورايحه فين وجايه منين. حاجه جامده جدا برضه دي كمان. زي ما انتم شايفين هنا الحمامات بتاعت القطر السريع الالماني ICE، حمام نظيف جدا يا جماعه، رائعه، جميله جدا جدا جدا، نظيفه جدا جدا جدا. تحس ان هو لسه الوزير جاي مفتتحها يعني حالا، حاجه كده. زي ما انتم شايفين المنظر بتاع التواليت نظيف جميل جدا. المناديل الثانيه زي ما انتم شايفين اهو. الحوض هنا طبعا في صابون هنا اهو زي ما انتم شايفين كده، وفي
ميه اوتوماتيك عشان خاطر ما تمسكش حاجه، وهنا في شسوار، وكمان هنا في زي ما انتم شايفين اهو حاجه جامده جدا، في مناديل هنا، مناديل والزباله، وطبعا ممنوع التدخين. تعالوا نشوف المطعم في القطر عامل ازاي. المطعم او الكافيتيريا في القطر هتلاقي عندهم هنا بيبيعوا طبعا كل حاجه فريش، سندوتشات، هيبيعوا زبادي، هيبيعوا جبنه، هيبيعوا ساندوتشز، هيبيعوا شوكولاته، حاجات كحول، عصير، ميه، كل حاجه هتلاقيها موجوده. والناس برضه يعني زي ما انتم شايفين كده بيضحكوا وبيهرجوا مع الواحد، حاجه جميله جدا. وبعدين تاخد اكلك تقعد هنا تاكل في مطعم القطر. دي كانت تجربتنا مع القطر السريع الالماني. اتمنى يشيروا فيديو في كل مكان، وطبعا دوروا والعبوا في فيديوهاتنا القديمه، هتشوفوا فيديوهات في جميع انحاء العالم تعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعونا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا لايك وشير، وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش تعملوا سبسكرايب، فعلوا جرس عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستجرام فيها صور وفيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.